ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، فيديو مليان طاقه وحيويه ونشاط وكل حاجه حلوه. عايزه اقول لكم بقى النهارده اول فيديو ليا في اوضه النوم. تمام. عايزه اقول لكم عايزين نمسكها كده نروق عليها زي ما بيقولوا. آه طبعا كان عندي ولادي تعبانين بقالهم كام يوم. بصوا عايزه اقول لكم انتوا هتشوفوا حاجات دلوقتي هتستغربوها. بصوا ده كده. اسمه ايه السبت ده؟ سبت مليان طرح. تمام، كل طرحي انا مجمعاه في السبت ده. بصوا الاول كنت بهتم بيها، كنت بنظمها، كنت بعمل فيها حاجات حلوه قوي. من ساعه ما بقى عندي بقى اولاد وكده طبعا الحاله اتدهورت خالص. يعني بنشيلهم من على الحبل احطهم في قلب السبت. تمام. اجي مثلا احتاج الطرحه، في طرح بتتكوي بتحتاج ان هي تتكوي، في طرح لا ما بتتكرمش فما بتحتاجش ان هي تتكوي. تمام. فبروح اللي بتتكوي طبعا بكويها، واللي ما بتتكويش عادي هي محطوطه مثلا زي الطرح دي كده، دي كده ما بتتكويش. تمام. فلا عادي، مش ما بتاثرش فيها ان هم يبقوا على بعض كده. تمام. آه بصوا بقى، قبل كده كنت بنظمهم بقى وبعملهم كده، اعملوا حبه حاجات كده ان شاء الله فيديوهات تانية جايه كده. وكنت بنظمهم في درج التسريحه، بقيت احتاج درج الحاجات تانية. المهم هنخش في التفاصيل على طول عشان ايه كده حكيت لكم ايه حكايه ايه السبت ده وليه السبت ده محطوط كده او مليان ايه. تمام. ده كده هنشيله خالص كده. طب السبت ده انت بتعيني فين يا امان؟ هوريكم بس مش دلوقتي. تمام. طبعا كل ام عندها اولاد وخاصه بقى اولاد صغيرين، بموضوع ان هي يعني بتستهتر كتير قوي في حاجات كده ايه معينه، بيبقى الاستهتار فيها ايه كتير. استنى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. في فلوس هنا انا مش عارفه الفلوس دي. بصوا عايزه اقول لكم في ساعات كده ببقى حاطه فلوس وممكن انساها. اجي ادور على حاجه افوجئ بيها ازاي انا مش عارفه، بس ممكن يعدي عليها وقت كتير يعني. وناس كتير ممكن يحصل معاها كده. تمام. دي بقى بطانيه بنتي الصغيره. تمام. اول حاجه انا هعملها هي ايه؟ انظم السرير لانه اكبر حاجه لازم تتعمل. تمام. البطانيه بقى عايز اقول لكم ان انا كده بعمل روتين مسائي، يعني بقى انا بالليل لو بالنهار كنت طلعت البطاريه دي في الشمس. تمام. طبعا احلى حاجه كده البطاريه تبقى في الشمس. كده انا غسلها يعني ايه معاكم قريب قريب قوي، يعني مفيش من كام يوم كده كنت غسلها معاكم، فعادي يعني هي زي الفل وهي زي الفل. عايزه اقول لكم بصوا العيال بتكتب، بصوا عفاريت مش مخلي بيه حتى المخدات بيكتبوا عليها. بصوا بصوا ربنا يهديها. طبعا انا اللي بشيلها ب... كده. المخدات دي عشان انا عاملاها قريب، منجدها قريب يعني مش من قريب قوي، من سنه او من سنه وشويه، فلسه كبيره زي يعني ايه مكلكعه زي ما هي لسه ما هبطتش. بصوا جنيه. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا كميه فلوس في الاوضه دي. وسلام بقى لو هشيل تحت السرير كميه فلوس بالهبل. لو بنتي بقى بتروق معايا كانت خدتهم مني، اللي بتلاقيه بتاخده. بس عادي يعني انا كنت برضه كنت بعمل كده. وانا صغيره كنت اجي كنت انا وامي نيجي مثلا نروق تحت السرير، كنت اقسم بالله كنت بلاقي كميه فلوس، كنت اللي بلاقيه كنت باخده. كانت بتبقى فرحانه برضه عادي يعني ان انا بعمل معاها برضه كده. فاحنا كلنا كده، المهم ان الولاد يعملوا معانا، الفلوس مش هتفرق والله. المهم بس ان هم يساعدونا ونعلمهم ان هم يبقوا شطار. انا بقى كنت عايزه ازق ايه المرتبه دي. حاطه انا هنا حاجات تحت المرتبه عشان اسند المرتبه دي. وشنط بقى المصريين معروفين ان تحت المراتب بتلاقوا شنط وتلاقوا تحاليل وتلاقوا اشاعات، وهو احنا كده احنا مصريين كده ما ينفعش نبقى غير كده. انا عايزه اهو احط حاجه تعلي الحته دي، بس مش عارفه احط ايه دلوقتي بصراحه يعني. مش عارفه، ممكن احط المخده دي. ايوه كده، كده انا ارتحت نفسيا. اعدلها بقى. حاجات كويس. عايزه اجيب لزق ستيكر كده واحطه على الشباك عشان الصبح بلاقي الدنيا نور قوي فالعيال بتصحى بسرعه. بس في فيديو بقى جاي ان شاء الله هنبقى نجيب ونحط زق. دي مطرح المخده.
هفرش بقى المفرش ده. عندي واحد تاني بس على بني، بس مش عارفه بحب ده ليه. طبعا الشتا بقى معروف بقى بالكبرتايات وبقى بالمفارش بتاعته، يعني بيحب الدفى. الشتا لازم ندفي بقى كل حاجه كده بحاجات تقيله. فمن احسن الحاجات اللي انا بحبها المفارش دي. عندي اتنين بغير فيهم حلوين جدا بصراحه يعني. فرشت بقى كده المفرش مشكلتي مفارش دي إن هي ما بيجيش معاه كيس مخدات، او في مفارش بيجي معاه ومفارش لا. المفرشين اللي عندي مفيش ولا واحد جاي معاه كيس مخده. الاتنين جاي معاهم اكياس خليات بس. تمام. فانا بقى هفرش ايه، بحاول بروح فرشه انا كده ايه كيس مخده نفس الشكل يعني. او يعني بيبقى في مثلا منه نبيتي عامه يعني. انا بفرشه من بيتي اللي هو ايه ده، عشان يبقى ايه ماشي معاه وكده، ما يبقاش بقى الوان كتير وكده بحط انا بقى ايه كده، بحط انا هنا. بس انا مش هحط كده، انا هحط كده لما ايه اخلص الاوضه. وبعد كده ايه، لان انا معايا ولاد الصغيرين فبننام بطريقه كده ايه تمشي معانا يعني، فاهمين. الكيس التاني مش بيقولك كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، هو ده الجنب ده اللي بيريحه. ليه بقى؟ عشان ما مثلا هما الطفلين الصغيرين ما يجوش على بعض يعني. واحد يجي على واحد يضرب التاني بالشلوت وهم نايمين كده. فانا هي راحتهم كده ان واحد ينام بالطول والتاني ينام بالعرض، وانا بقى ايه احتسم ما بينهم، مع ده شويه ومع ده شويه. والاكياس الاكياس بتاعت الخليجيات دي اهي. الخليجيات بتاعتنا قذرة شويه، سوري يعني. عشان خاطر ياخد عامة يعني خديات اي بيت كده بالقذرة دي، من الزيوت بقى اللي في شعرنا والكريمات والجل والكلام ده كله. احنا معروفة يعني والله، احنا كلنا ايه عارفين الموضوع ده. بس انا والله يعني ايه، انا عاملاهم من كام سنة كده ورجعوا زي ما هم تاني. بس ان شاء الله فترة كده وهرجع ارجدهم تاني. اهي تمام كده اهي. باينة ولا باين اكتر؟ مم. التانية اهي. والله نفس ذات القذارة، مش هنخبي عليكم والله العظيم ما هنخبي عليكم حاجة. هي نفس ذات القذارة. واحنا وانا زي ما قلت لكم ان هو احنا كلنا كده. دخل ده كله كده جوه ونسوي ايه كيس عشان الكيس كبير. اهو ايه الجيش قال لك اتصرف. اهو ايه رأيكم كده؟ تحفة 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 تحفة. ايه رأيكم بقى كده؟ هم؟ نكمل كده. خلاص خلصنا السرير. تمام. نحط بقى البطانية بتاعتنا الجميلة. هم؟
بس كده خلاص. ايه، خلصنا السرير، خلصنا اكبر مهمه في الاوضه كلها. تمام اهو، خلصنا اكبر مهمه. بعد كده نخش على التسريحه بتاعتنا الجميله، اللي عايزه اقول لكم عامله زي ما تلاقوا بقى من خيرات الله. هدوم مرميه طبعا زي ما قلت لكم في الاول، ان انا الظروف بقى بتاع ولادي، هدوم بقى مترميه. المخده دي بتاعت البيبي دي انا اللي عاملاها، انا اللي كنت عاملاها لبنتي. تمام. الزيوت بقى، كريمات، اكيد هنشوف مع بعض كل حاجه. دي انا هحطها على السرير. تمام. نشيل بقى الهدوم دي حاجات بقى وسخه بقى. الصبح ان شاء الله بكره نغسل. نلم بقى كل الهدوم وكيس المخدات والملايات والكوفرتات اللي احنا طلعناها. تمام. نحطها فين؟ في سبت الغسيل. نملى سبت الغسيل كده يبقى حلو كده منور مكانه. بكره نغسل. هنا بقى بصوا بقى، دي بقى الكريمات والحاجات دي. بصوا بقى المنظمات، انا ما بحبش احط حاجات كتير على التسريح. تمام. فالمنظمات بقى دي انا هوريكم في يعني والله ساعات الاخر. اقسم بالله ساعات بيبقى مليان ابر، وساعات تبص ما تلاقوش فيه ولا ابره. تمام. بس ساعه ما بجيب علبه الابر يعني بروح مرشقها هنا على طول، ودايما هو محطوط كده باخد منه اهو. ان شاء الله هعمل لكم واحد زيه كده في القناه، لو حد حابب يعمله يعني كده، يحط عنده على التسريحه ويحط فيه الابر، بيبقى منظره حلو قوي. كنت حاطه له، عامله كمان مخده هنا صغننه قوي كده، صغننه خالص، حوالي 5 سم في 5 سم. تمام. فهعمل لكم ان شاء الله والله العظيم واحد، هعمل لكم واحد وانزله لكم. دواء. تمام. انتوا ما شفتوش هنا دواء ولا تعرفوا؟ ده انا عندي كميه دواء رهيبه. ده بقى يتشال، ده يتشال. الدرج ده، الاضراب دي بقى انا عايزه اعملها مره كده معاكم. تمام. بس نعملها كلنا سوا، نتشجع كده ونعملها كلنا يعني انا هعمل لكم وانزل لكم الفيديو وانتوا تعملوها بقى كده ونتشجع، عشان الحاجات دي بتبقى محتاجه تشجيع. شيل ده كمان. تمام. ده حزام بلوزه. دي شنطه فيها دي شنطه كنت جايبه فيها دريس، هوريها لكم ان شاء الله. بس نشيل بقى المفرش ده. هل انا لو شلت المفرش ده الصور بتاعتها هتبان؟ هتبان ولا ايه؟ مش عارفه. انا هشوفها، لو هتبان مش هشيله، هتبان مش هتبان ماشي. مش عارفه يبان ولا لا بصراحه. ففي المونتاج يعني لو لقيتها باينه هقطعها، ما لقيتهاش باينه مش هقطعها. انا كده هشيل المفرش ده اصلا، عشان احس كده بتغيير، واحس ان انا عملت حاجه لغايه منظر الاوضه يعني. الحق، الازاز اتكسر. الازاز اتكسر، مش عارفه مين اللي كسر الازاز ده. الازاز اتكسر. الازاز بقاله 13 14 سنه كسر. يعني نصيبتي انا، وكارهه ان انا تبقى حاجه عندي وتبقى مكسوره. انا ما بحبش حاجه تبقى مكسوره عندي. انا بحب بتشائم ما يبقى عندي حاجه مكسوره زي كده. بتشائم. شايفين الكسر اهو، او الكسر من اول هنا اهو. بصوا اهو. مش عارفه، هو الواد محمد ابن ده هو قص كل مصيبه. ربنا يهديه. همسحها بقى كده، اجيب حاجه ونمسحها سوا. الركن ده كده انا عاينه في السجاد بتاعي. الركن ده كده جنب السرير والاوضه، عاينه في السجاد، بيبقى مغطيه وشايل الغطا من عليه النهارده والله. دي بقى بتبقى قطع مناديل كده. بتبقى عارفين انتوا المصانع اللي هي بتعمل الهدوم بتاعت الاطفال الصغيره دي. المهم حد قريب جوزي عنده مصنع وكده، فبيجيب لنا القصاص الكتت دي، فبنستخدمها بقى في التنظيفات وكده، وبتترمي يعني بدل ما مثلا تستخدمي الحاجه مثلا او الفوطه مره واثنين كتير. لا، دي بتستخدمها وترميها والله العظيم احسن اهو. شايلين بقى انا كل ده. عايزه اقول لكم ده بذور استفندي، مش عارفه جت لنا ازاي. ما فيش حاجه اسمها جت لنا ازاي. فاهمين قصدي؟ ما فيش حاجه اسمها جت لنا ازاي، جت زي ما جت اهو. اولاد بقى، اولاد. يلا ربنا يخليهم ويهديهم. بس عايزه اقول لكم ان انا اتشائمت قوي بسبب الكسر ده. انا من نوع او من الناس اللي بتحب تحافظ على الحاجه بتاعتها. انا بحب احافظ على حاجتي. احب ان حاجتي يعدي عليها بدل السنه 10 وهي لسه جديده. حتى هدوم ولادي احب ان انا ابقى محافظه عليها، ولو اديتها لحد ابقى مدياها له وهي لسه جديده وحلوه. يعني ما بحبش هدوم ولادي ولا هدوم تبقى قديمه او تقدم مني. عايزه اقول لكم ان انا عندي تحت ازازه اسمه ده اللي هو بتاع الخشب ده. بس بصراحه انا مكسله انزل اجيبها والله، ومش قادره انزل اجيبها. فهنمشي مع بعض كده بقى دلوقتي بده، وبعد كده نبقى نعمل بقى في مره ثانيه. تبقى قصاص ثانيه اهي. هي اسمها قصاقيس يعني او بواقي قماش. تمام. تبقى قطع حلوه كده كبيره كده، بنجيبها نستعملها استعمال مره واحده. طبعا انا بمسك المرايه بقى كلها كده، خليها زي الفل. شايفيني يا ولاد من هنا؟ شايفيني؟
تشجعوا بقى كده، حطوا لي لايك واكتبوا لي كومنت بقى كده شجعوني بيه، واشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وخلي حبايبكم كلهم يشتركوا في القناه، وشيروا بقى الفيديو ده لو عجبكم. تمام. احنا بنتعب قوي والله العظيم في تصوير الفيديوهات دي. الفيديوهات دي مش بنصور ونمنتج وننزل كده على طول. والله العظيم عايزه اقول لكم ان في التصوير الحاجه اللي بتاخد، لو انت هتعملي حاجه في ربع ساعه ممكن تعمليها في ساعه الا ربع لو انت هتصوري. تمام. بس طب انت هتقول لو انتوا ايه اللي جابكم على كده؟ شغل يا جماعه، شغل. احنا عايزين مثلا نعمل حاجه من بيتنا. تمام. ومثلا ما ينفعش ان احنا نسيب ولادنا وننزل. تمام. فبنحاول ان احنا نعمل كده وننزل على اليوتيوب. هي منصه مثلا بتدي فلوس او بتكافئك ان انت تعملي حاجه زي كده، هم بيستنفعوا واحنا بنستنفع وكله بيستنفع، فليه لا؟ طالما الواحده طالعه باحترامها وطالعه بادبها فعادي. لكن بقى اللي بيطلعوا بقى من غير بقى احترام ولا ادب، دول احنا مالناش دعوه بيهم ولا نعرفهم. بس كده بقى ايه، خلاص ولا خلصنا. نحب ان احنا نعرفهم. طبعا شايفين المرايه من تحت عامله ازاي، يبقى من فوق عامله ازاي. مش هفرش بقى ايه هنا ايه المفرش الكبير، لا هفرش مفرش صغير صغير. وارجع بقى ايه نرص بقى الحاجات. بصوا انا مش هفرش بقى ايه غير المفرش ده كده، مش هفرش غير ده بس. تمام. عشان احس كده ان يعني مره بمفرش، مره من غير مفرش، مره مفرش كبير، مره مفرش صغير كده يعني. همسح بقى ايه كل حاجه بقى ايه قبل ما احطها، امسحها كده. دي بقى بحطها هنا. تمام. دي بحطها هنا. دي شمعة حبنا. البرفانات بقى بتاعنا بقى في ايه، في اماكن متفرقه كده، عشان ايه الجماعه الشباب ولادي بياخدوها من ورا بعض. ده تبع ده. بس مش هنفتكس كتير، مفيش حاجه تاني. بس هو ده اللي مش هحط حاجه تاني على التسريحه خالص، غير هي هم بس شويه الحاجات دول. تمام. بس كده تعالوا بقى نتنقل على اخر حاجه اللي هو الكومودينو. تمام. تعالوا انا هوريكم بقى الكومودينو بتاعي عليه ايه. بصوا بقى الكومودينو بتاعي، صلوا على النبي كده، بصوا بقى الكومودينو بتاعي عليه ايه. تمام. عليه طبق. تمام. عليه طبق فيه استفندي. حلو. هنشيله بقى حتى جنب كده مثلا ايه، وانا والعيال الاستفندي بقى وموز وبرتقال والكلام ده كله، فده هيتشيل. تمام. ده الدواء اللي هو كان على التسريحه. تمام. هحطه جنبي دلوقتي اهو. ده هطلعه بره. دي القصايص اللي انا ايه بقول لكم عليها، انا كنت بس لسه مسحه بيهم دول. ايه همسح بيهم ايه تاني بس مش دلوقتي. بصوا دي برده ايه قصايص كده اهي. انا في شنطه جنبي اهي. تمام. انتوا مش باينه، في شنطه جنبي كده انا ملياها وحطها ايه القصايص دي. بحطها بعمل القصايص دي مثلا حد يرجع، حد عنده برد فبنعمل بيها يعني بنمشي الدنيا. تمام. دي كده شوكولاتايه اهو في قلب الزرار على طول. طبعا الكادلس لا غنى عنه، الناس اللي عندها بيبيهات صغننه بتلبس الكادلس. ده برشام ليا، ده برشام بتاع ده البوس. تمام. ده برشام ليا بتاع الغده، انا ماشيه عليه على طول فلازم يبقى جنبي كده. ده قلم فاضي في الزباله برضو. تمام. دي سماعه. بس ايه هنحط الحاجات اللي هي كده. دي بتاعت الشربات. ستال اهو. ده ايه ده بتاع صباع مرهم، بس صباع المرهم في مكان تاني فهعينها برضو مش هرميها. هحط كده ايه الحاجات البرشام بتاعتي هنا. اللبوس هنا برضو. علبتين الدواء هنا لان جنبي على طول مثلا عيل سخن ولا حاجه فبيبقوا جنبي اهو. ودي برضو جنبي، واللوز برضو هنا. يعني زي ما يكون ايه دي مثلا ايه بتاعت الاسعافات الاوليه يعني. دي كده حاجه كده هنحطها هنا في التوكه دي. ده شراب سيليكون. حطيه في الدرج يا جوجو. خدي. علبه مناديل برضو هنا. شراب. بندانه. كمان بندانه. الحاجات دي بنتي بتلعب بيها كده فهحطها برضو هنا. تمام. الجنيه اللي انا كنت لاقياه. خدي يا جوجو. خدي دخل كوبايه ميه دخلها المطبخ. حطي دول في الغسالة. بصوا في الارض ابيمول وسيلجون، حاجات برضو ايه تبع الادويه والحاجات دي هتتحط هنا. خلاص خلصنا بقى دي كده. اقلام رصاص برضو تحط هنا مفيش مانع. تمام. التوكه دي تحط هنا برضو في علبه الدواء او علبه اسمها ايه. ده برضو هشيله. تمام. يتغسل هوبا في الغسيل. عايزه اقول لكم ده برضو اتكسر. حاجات كده عماله ايه تتكسر هي تتكسر ولا تشيل، هي تتكسر ولا تشيل. انا هشيلهم خالص برضو عشان احس بايه بتغيير يعني ايه حصل معايا. بصوا
بقى المناديل دي اللي انا ايه كنت ماسحه بيها التسريحه، هم نفس ذات المنديلين. تمام اهو، امسح بيهم وارمي على طول. فاهمين انتوا الموضوع ده؟ ده كان دي كانت مش عارفه ليه كانوا لازقين ايه هنا وساب اثر هنا كده، مش عارفه بقى. مين اللي كسر يا روجينا ايه الزيت بتاع التسريحه؟ هناك اهو تحت الكومودين الصغير. انا اتفوجئت زي كده برضه، بس انا كنت عايزه ايه ارقع بالصوت الحياني. الصوت من اللي كنت بقوله. ماما نعم سيبي. طبعا انا واخده بالي ان هما بصوا خلاص دول كده خلاص خلصوا في الزباله على طول. اوب ونجيب غير. بصوا بقى انا من النوع اللي ما بحبش امسح تمام مثلا ظهر السرير والكلام ده كله غير في اخر لحظه خالص. تمام، لان طول ما انا بنفض وبفرش وكده تحس انه في تراب طالع، وبعد ما تخلص بتلاقي تراب. لا انا بحب اخلص كله وبعد كده ايه هرجع على ده كله هرجع اعيد عليه ايه مسيح تاني. تمام، بس ايه مفيش مانع ان انا ايه اظبط حالي كده. تمام كده كده خلاص ايه خلصنا، فاضل الارضيه بقى. تمام، تعالوا نشوف الارضيه بتاعتنا النهارده مالها كده. شوفوا بصوا بقى بقى الارضيه فيها من خيرات الليل. تمام، كراريس مرميه، مناديل اللي انا بقول لكم عليها ديت مرميه، شخاليل مرميه، ورد مرمي. بصوا يلا نطلع كده على قلبنا بقى ايه باستفنديه عشان احنا كده ايه تعبنا. بصوا دي كنت عاملاها من ازازه زيت زيت ايه زيت اكل. كنت عامله زيت اكل، كنت بحط فيها اسمها ايه المشوط، بحط فيها المشوط. ما كنتش لاقيها بصراحه، فبصوا لقيتها فين. بصوا الدواء بتاعي شويه البرشام، شرايط البرشام. ايه ده خلصان ده مش خلصان والله. هتقولوا شرايط برشام كده ليه كتير كده ليه؟ انا ماشيه على البرشام ده على طول. يعني البرشام ده انا ماشيه عليه طول العمر، بقالي كده 4 سنين ماشيه عليه. بصوا بقى كان في حاجة تانية بقى انا كنت عايزة اعملها بس مش هينفع دلوقتي. تمام، كنت عايزة امسح بقى الدولاب كده ببليدج، وسط ظهر السرير والكومودينات كلها والتسريحة والكلام ده كله. بس زي ما قلت لكم ان البليدج مش هعرف اجيبه دلوقتي، ففيديو تاني ان شاء الله. وكمان عايزة اشيل الستاير واركب ستاير تانية تكون غامقة، وعايزة اجيب ستيكر الزقه على الشباك عشان خاطر من الساعة 6 الصبح بنلاقي الأوضة كأننا نايمين في الشارع، نور جدا والشمس داخلنا. فهحط ستاير تقيلة وهجيب ستيكر الزق. تمام تمام. بصوا انا كل التراب عندي ما بيتركزش في الحتت دي اهي. تمام، فايه عندي بليج زي ما قلت لكم. الضرفه الثالثه عايزه اقول لكم اللي ما عندهاش مساحه او مساحه اوضتها صغيره تعمل الدولاب الجرار ده حلو قوي في المساحات. بالنسبه بقى لموضوع اللي هو بقى كان طالع ترند وما زال ترند، الاوضه اللي هي بتاعت الملابس اللي هي ما بيسموها دريسنج روم. انا ما بقتنعش بالكلام ده نهائي، انا ما بقتنعش بالموضوع ده نهائي. يعني لو جرى عليا الزمن او كده لف بيا الزمن وان انا اعملها انا ما بحبهاش. لو حد هيديها لي ببلاش ما بحبهاش. طب ليه؟ لان انا مستحيل اعرف انام وعندي الدولاب مفتوح والهدوم باينه منه. عندي فوبيا الموضوع ده، ما اعرفش انام والدولاب مفتوح كده والهدوم باينه. تمام، حتى لو هعملها اوضه لوحدها، يعني دي اوضه الدريسنج روم مثلا بتاع اللبس فقط، لا منظر بيعصبني نفسيا. لا مش كل حاجه تبقى ترند تبقى حلوه. فاهمين اقصد ايه؟ طبعا انا ما اعرفش التراب ده بيجي منين، مش عارفه اقول كده.
بس كده تمام خلاص كده عندي نشاط خالص ما نسيبش كنت بقى مثلا تنفيذ الكنيسه تنفيذ نقول له عشان تاني نبدا ايه نسال ايه ربنا حلو كده امشي عليه بسرعه كده لو في اي ترابيه ولا حاجه. ونفس الحكايه هنا كده بس عشان الصور دي ما بس كده. اتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم كده بقى الشكل النهائي للأوضة. الأوضة أي نعم ما غيرناش ستاير ما مسحناش الأرض بس الحمد لله بقت نظيفة إلى حد ما. ودي الستاير اللي بقول لكم بحب الستاير دي عشان فيها يعني فيها الوردة البني دي زي شكل الأوضة. الناس بقى اللي هتقولي الأوضة مثلا الأبيض أحلى. عايز أقول لكم الأبيض بيجي له وقت وبيروح لكن اللون البني معروف هو لون بني. فممكن ان انا في يوم من الايام اغير لونها مش عارفه بس هغير مش ابيض ممكن اغيره على اوف وايت. والتسريحه كده حطيت عليها بس ما بحطش يعني الحاجات اللي احنا بنستعملها يوميا تمام. لكن اي حاجه تانية في الدرج ده كده اهوت. خلاص كده خلصنا الاوضه. انا عن نفسي عملتها في ساعه. يعني ممكن انا عملتها ممكن يكون في ساعه او اقل من ساعه. شوفوا بقى في المونتاج عماله بقى انا امنتج لكم فيها لحد لما خليتهم حوالي 25 دقيقه.